السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في الفيديو التالت من السلسلة بتاعتنا. لو ما شفتش أول فيديوهين فارجع أشوفهم الأول، هسيبهم لك فوق دلوقتي، بالذات الفيديو الأخير لأن في حاجات من الفيديو ده مبنية على الفيديو الأخير، فارجع أشوفه الأول وبعدين تعالى كمل الفيديو ده. الحاجة التانية بس اللي عايز أقول لكم قبل ما أبدأ الفيديو ده أنا كنت عامل السكريبت بتاعه من فترة كبيرة قوي، وصورت الفيديو أصلا من أسبوع وشوية كده، وعملت له إيديت وكل حاجة وكنت خلاص هنزله. بعدين قبل ما أنزله على طول جيت بقى أتفرج على الفيديو تاني بقى كده وأديله بقى إيه التقييم الأخير يعني وكده. ببص عليه فبقول كده لنفسي يعني ايه ده، ايه ده فعلا. هتقول لي طب ليه يا عم، هو الفيديو كان وحش كده؟ ولو وحش كده طب انت ليه اصلا عملته من الاول يعني؟ هو انا كنت فاكر ان الافكار اللي في الفيديو او الحاجات اللي في الفيديو اقدر ان انا اطبقها بشكل عملي وكده، بس انا لما جيت اطبقها بقى مع نفسي قبل ما الفيديو ينزل على طول، جيت بقى افكر كده مع نفسي واطبق الحاجات اللي انا بقولها واحد اتنين تلاتة، لقيت نفسي مش عارف اعمل الحاجات اللي انا بقولها اصلا. فقلت طب ازاي اصلا الناس هتقدر انها تعمل الحاجات دي؟ عشان كده قطعت السكريبت بتاع الفيديو الاولاني خالص ومسحت الفيديو اصلا. فالمهم قلت اروح اشوف كتاب تاني غير الكتاب الاولاني اللي جبت منه افكار ما عجبتنيش، وفعلا وصلت لكتاب او هما كتابين يعني، جبت منهم معظم الافكار اللي موجوده في الفيديو ده، افكار عمليه واي حد يقدر ان هو يطبقها بسهوله جدا يعني. طيب عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده بقى، يلا بينا نبدا الفيديو. طيب كتير قوي من مقيمين المنح اللي هم الناس اللي بيقيموا اوراقك بيقيموا خطاباتك، بيقولوا ان عدد كبير قوي من الناس بيكون الخطابه بتاعتهم كلها شبه بعض. اصل تخيل انك قاعد بتقرا 30 40 100 اسي، وحرفيا كل الافكار اللي هياها. تفتكر ايه اللي يخليك تقبل ما بين العدد ده كله واحد او اتنين بس؟ بالظبط ان الواحد او الاتنين دول يكونوا كاتبين حاجه مختلفه عن الباقي، يكون عندهم افكار مختلفه عن الباقي. ففي الفيديو ده ان شاء الله هنشوف ازاي الكتابه بتاعتنا تكون منفرده بينا ومش زي اللي حوالينا. المرحله دي اللي بنسميها مرحله العصف الذهني، فهعلمك ازاي تعمل عصف ذهني وتجيب افكار. فتابع معايا الفيديو للاخر. مبدئيا كده انا هديك مجموعه من الاسئله وعايزك بس تجاوب عليهم في سطر او سطرين. الاسئله دي بقى هي اللي هتخليك انك تكتب الاساي بتاعك، وهقول لك كل سؤال من دول الاجابه بتاعتهم هتكتبها فين بالظبط. طيب اول سؤال، ايه هو اهم كتاب او مقال او مقوله انت قابلتها في حياتك، وازاي الحاجه دي الهمتك او اثرت عليك يعني؟ زي ما ذكرت في الفيديو اللي فات ان حاجه زي دي انت ممكن تبدا بيها خطاب النيه بتاعتك او الاساي بتاعك عموما. فده اول سؤال انا عايزك تجاوب عليه. السؤال التاني اللي عايزك تجاوب عليه، ايه اصعب موقف او تجربه انت مريت بيها، وازاي مريت من التجربه دي واتعلمت ايه من التجربه دي، إيه الدرس المستفاد من التجربه دي يعني؟ طيب انت ممكن تقول لي انا حدد ازاي التجربه دي صعبه ولا لا؟ ما في تجربه مثلا ممكن تكون هي صعبه بالنسبه لي بس بالنسبه اللي حواليا عادي يعني. بص، التجربه الصعبه هي اللي انت تحس انها تجربه صعبه فعلا بالنسبه لك واثرت عليك بشكل كبير في حياتك. فمن الاخر يعني دي حاجه انت اللي بتحددها. برضه لو انت مش عارف توصل لتجربه مثلا صعبه او حاجه انت مريت مثلا بيها في حياتك، انا عايزك تسال نفسك السؤال ده او تكمل الجمله اللي هقولها لك دلوقتي دي: انا ما كنتش هكون الشخص اللي انا عليه النهارده من غير. وكمل انت بقى الجمله دي، اظن كده سهلت لك على الاخر يعني. طبعا انت لو ما عندكش مواقف او تجارب صعبه الحمد لله يعني، فمش لازم انك تخلق موقف او تجربه صعبه. الحاجه دي لو هي موجوده لكن مش لازم انك تخلقها وكده. فلو هي موجوده اذكر الحاجه دي، مش موجوده ما تذكرهاش خالص. في حاجات تانية كتير انت ممكن تذكرها تانية يعني. الحاجه التالتة بقى لها علاقه بالتخصص بتاعك. انا عايزك تفكر كده ازاي الشغف او ازاي اهتمامك بالتخصص ده اتطور مع الوقت. يعني مثلا لو في مراحل انتقاليه خلتك تختار التخصص ده، عايزك تذكرها. يعني مثلا في حاجه بدات عندك الاهتمام بالتخصص ده، بعدين مع الوقت قابلت حاجه تانية خلتك مهتم اكتر، وهكذا بقى لحد ما توصل للاهتمام او الاقتناع الكامل بالتخصص ده. فعايزك تذكر الحاجات دي بالتفصيل وتكتبها عندك كده في كام سطر، تمام؟ النقطة رقم 4، فكر في أهم الإنجازات اللي أنت عملتها في حياتك. مش لازم إنها تكون حاجة كبيرة، أهم حاجة إن الحاجة دي بتمثل لك أنت قيمة كبيرة. طبعا أنت بطريقتك هتوصل له إن الحاجة دي كبيرة ولا لأ. يعني أنت مثلا لو حاسس إن الحاجة دي حاجة عادية أو أنت مستهين بيها، فطبعا اللي قدامك برضه مش هيقتنع إن الحاجة دي حاجة كبيرة. فأنت لازم في كتابتك توصل له إن الحاجة دي بتمثل لك قيمة كبيرة بالنسبة لك أنت. انا هنا مش بتكلم عن انجازات اكاديميه بس، الانجازات دي ممكن تكون في رياضه، ممكن تكون في مسابقه، ممكن تكون في نشاط تطوعي انت عملت فيه حاجه كبيره مثلا. فكل دي حاجات ممكن تعتبر انجازات. طب الانجازات دي اكتبها فين بالظبط يعني؟ هل احطها في الخطاب ولا اكتبها فين يعني؟ برضو مش عارف. بص انا عايز تفكر في اهم انجازين بالنسبه لك، اهم حاجتين حرفيا انت عملتهم. الحاجتين دول او الحاجه دي انت هتكتبها في الخطاب بتاعك، بس هتتكلم عنها بشكل تفصيلي شويه. لان بص عايز اقول لك على حاجه، الخطاب مش وسيله انك تقعد ترص كل الانجازات اللي انت عملتها. هي دي اصلا مهمه السي في او السيره الذاتيه، دي اللي انت بتحط فيها كل الحاجات اللي انت عملتها. اما الخطاب هو بس وسيله انك تعرف فيها عن نفسك وتعرف عن ايه هي اهم الحاجات اللي هي بتلهمك، اهم الحاجات اللي انت عملتها. بس فحط الحته دي في دماغك، وعايزك تفكر بس في اهم الحاجات اللي انت عملتها عشان تكتبها في الخطاب بتاعك. طيب لحد الان غطينا اغلب الاسئله اللي الاجابه بتاعتك عليها هتساعدك انك تكتب عن التجارب السابقه.
خلينا دلوقتي بقى نتكلم عن حاجة تانية. بص بقى، اللي فات ده حاجة، وده لسه هتكلم عليه ده حاجة تالتة خالص. انا مجرد بس قلت لك تكتب ايه في الخطاب، ايه الافكار اللي انت تفكر فيها عشان تحطها. بس دلوقتي بقى انا هقول لك على البهارات اللي انت هتحطها عشان تخدم بقى على الافكار اللي انت عملتها دي. جماعة انا مش بأفور والله، بس انا حبيت التدريب ده جدا يعني. بص، التدريب ده هيفيدك خصوصا لو انت واحد ما عندكش مواقف كتير في حياتك وعايز حرفيا تطلع افكار من الهوا يعني. فخلينا نشوف التدريب ده عبارة عن ايه. طيب ببساطة عايزك تتخيل نفسك دلوقتي قاعد في أوضة. الأوضة دي فيها كل حاجة أنت بتمتلكها أو الحاجات اللي أنت كنت بتمتلكها. كل حاجة من دي بتمثل قيمة كبيرة قوي بالنسبة لك يعني هي حاجات بسيطة بس بتمثل لك قيمة كبيرة. طيب أنا هجيب لك الموضوع على نفسي وأقول لك مثلا على 4 حاجات من الحاجات اللي هي القيمة بالنسبة لي واللي أنا ممكن أجيب منهم أفكار إزاي. طيب خليني أوريكم حاجة حاجة من الحاجات دي وأقول لكم هجيب منها أفكار إزاي. أنا عامة جايب الحاجات دي معايا في الشنطة وأنا جاي يعني. دي أول حاجة هي سماعات. سماعه هيدفون انا جبتها وانا في اولى ثانوي، يعني من حوالي 4 5 سنين كده. السماعات دي انا حضرت بها ميتينجز، حضرت بها انترفيوز، حضرت بيها حاجات كتير قوي يعني. شفت بيها افلام، اتفرجت بيها على فيديوهات، عملت بيها كورسات. شايف يعني كميه حاجات عملتها بالسماعات دي رهيبه يعني. فالسماعات دي حاجه بتمثل لي قيمه كبيره. طبعا هي دلوقتي بايظه ولكن انا محتفظ بيها لحد دلوقتي لان طبعا هي بتمثل لي قيمه كبيره. طيب تعال نشوف بقى الحاجه التانيه. الحاجه التانيه وهي البوك مارك دي. ثانيه بس اوريكم عشان بجد بحبها يعني. دي اللي ما يعرفش ايه هي البوك مارك، دي حاجه الواحد بيستخدمها عشان يعرف هو وصل فين في الكتاب. يعني مثلا انا كنت بقرا دلوقتي فحطيت بوك مارك في مكان معين، فلما اجي اقرا المره اللي بعدها اعرف انا وصلت فين في الكتاب. المهم ان البوك مارك دي والدتي جابتها لي هديه من حوالي 3 سنين كده، وكانت حافز كبير ليا ان انا اقرا اكتر من كتاب. فحاجه زي دي ممكن تبان بسيطه جدا ولكن في الحقيقه هي حاجه مهمه بالنسبه لي. اولا طبعا عشان هي حاجه ساعدتني في حاجات كتير في حياتي وادتني حافز لحاجات يعني مهمه. الحاجه التانيه انها طبعا من ست الكل يعني مش محتاجه كلام. الحاجة التالتة وهي نوت بوك، جبتها من كام سنة، حرفيا من ساعة ما جبتها وأنا بكتب فيها الحاجات المهمة اللي بتحصل من وقت للتاني، الأفكار اللي بتجيلي من وقت للتاني، أفكار الفيديوهات اللي أنتوا بتتفرجوا عليها، الأهداف اللي عندي بكتبها فيها. فحاجة زي دي طبعا برضو مهمة بالنسبة لي. الحاجة الرابعة وآخر حاجة خلاص هتكلم عنها، عارف إن أنا زهقتكم والله معايا بالحاجات بتاعتي، بس كمان شوية هقول لكم إيه الهدف من الحاجات دي كلها. طيب الحاجة الرابعة هي الستاند اللي مثبت على الموبايل وبصور بيه الفيديو ده. طبعا الستاند ده أنا لسه جايبه من كام شهر بعد ما بدأت اليوتيوب بشوية. الستاند ده طبعا يعني له قيمه كبيره بالنسبه لي لانه ساعدني ان اعمل فيديوهات يوتيوب، ساعدني ان انا افيد الناس. فده مش مجرد طبعا ستاند، فهو حاجه اكبر من كده بكتير. طيب ايه الافكار بقى اللي انا ممكن اطلع بيها من الحاجات دي؟ عندك مثلا السماعه دلوقتي انا لما اجي افكر فيها فممكن تفكرني بحاجه انا بقى عملتها قبل كده. يعني مثلا السماعه دي انا مثلا سمعت بيها كورس قبل كده، سمعت بيها فيلم اثر فيا قبل كده. فالحاجه اللي انا ببص عليها دي ممكن تفكرني بحاجات كانت غايبه عن بالي او حاجات انا ما كنتش واخد بالي منها اصلا. طيب البوك مارك مثلا فكرتني بكتاب حلو قريته قبل كده والكتاب ده استفدت منه استفاده كبيره. فمثلا البوك مارك دي انا لما بصيت عليها افتكرت الكتاب ده. ممكن برضو اذكر ان البوك مارك دي نقطة تحول في حياتي. طبعا مش نقطة تحول كبيرة، هي مجرد نقطة تحول صغيرة أدت لحاجات تانية. البوك مارك دي أنا ممكن أذكرها في الخطاب بتاعي وأقول هي إزاي برضو بتمثل ليا قيمة وإزاي ساعدتني عادي. النوت بوك مثلا فكرتني بهدف أنا كنت كاتبه قبل كده، بس الهدف ده كان رايح عن بالي تماما. بس لما بصيت مثلا على النوت بوك دي افتكرت الهدف ده اللي أنا كنت حاطه في يوم من الأيام. فانا لما جيت اكلمك عن الحاجات دي وايه هي القصه اللي وراها وازاي بتمثل لي قيمه، مش عشان بس اوريك ان انا عندي حاجات وخلاص، لا انا بس وريت لك ازاي ان انا اعبر ان الحاجه دي بتمثل قيمه بالنسبه لي. فالطريقه اللي انا كلمتك بيها عن كل حاجه من دول دي هي الطريقه اللي انا عايزك تكتب بيها عن اي حاجه مهمه عندك. الميزه بقى من الحوار ده ان كل واحد اكيد هيكون عنده حاجه مختلفه عن التاني، فانت كده كده هتعرف انك تكون مميز بالتفاصيل دي وانت بتكتب الخطاب بتاعك. وبالمناسبه الناس بتوع المنح بيحبوا وبيقدروا الحاجات والتفاصيل الصغيره دي. يعني انا مثلا شفت احد الخطابات اللي كانت مقبوله قبل كده، كان في حد بيتكلم عن قلم، حد بيتكلم عن كوبايه في نص الخطاب بتاعه. فالحاجات دي بجد بتجيب قوي من الناس بتوع المنح. فحاول انك تضم مثلا حاجتين من دول في الخطاب بتاعك، بيكون برضو لها طابع كده كويس. في حاجه تانية بقى انا شايفها اهم اكتر بالنسبه لهم، ان انت بتوصل لهم فكره ان انت واحد مهتم بالحاجات الصغيره، بتهتم بالحاجات وبتقدر قيمتها مهما كانت صغيره. فدلوقتي بقى لما احنا نديك منحة اللي هي حاجة كبيرة بقى، فأكيد طبعا هتقدر قيمتها وهتشتغل عشان المنحة دي. شايف بقى اللفة الطويلة دي كلها، كل ده عشان أوصل بس للحتة دي. الحتة دي بقى هي مربط الفرس، هي دي أهم حاجة أنا عايز أوصلها لهم من كل الكلام اللي أنت كتبته ده. احنا لحد كده دلوقتي خلصنا الأفكار المتعلقة بالتجارب السابقة. خلينا نتكلم بقى عن المستقبل اللي هو الجزء الأخير من الإساي. يعني مثلا ممكن نقول إن احنا اتكلمنا عن 70%
من الخطاب بتاعنا لحد دلوقتي. فخلينا نشوف الباقي هنتكلم عنه ازاي. بالنسبه بقى للاسئله اللي على المستقبل اللي عايز تجاوب عليها، هو بس سؤالين. اول سؤال: ايه الحاجه اللي بتشدك للكارير بتاعك او المسار الوظيفي بتاعك؟ يعني مثلا ليه عايز تطلع دكتور، ليه عايز تطلع مهندس، يعني ايا كان. الحاجه التانية: وهو عايز تعمل ايه تحديدا في المستقبل. خلينا بقى نقف عند السؤال ده ونتكلم عنه شويه، لان اغلب الناس بتكون مش عارفه تكتب ايه بالظبط، مش عارفه تكتب انا هعمل ايه في المستقبل. اغلب الناس بيفكروا في اجابه السؤال ده على ان انا مثلا عايز اطلع مهندس، عايز اطلع طيار، عايز اطلع اي حاجه، هو ده خلاص الهدف النهائي بتاعي، مفيش حاجه خلاص بعد كده. فطبعا دي حاجه غلط عند كتير من الناس. فطريقه تفكيرك المفروض تبدا بقى انا عايز احقق ايه بالظبط من الشغل اللي انا هشتغله ده، او ايه هي القيم اللي انا متمسك بيها بالظبط وعايز اطبقها في الشغل بتاعي بعدين. يعني من الاخر كده الشغل ده مجرد وسيله لتطبيق القيم اللي عندك دي. طبعا انت مش فاهم حاجه، يعني ايه هي القيم دي والقيم دي جايبها منين؟ وده بقى اللي هينقل للتدريب التاني في الفيديو اللي عايزك تعمله. التدريب ممكن ياخد منك 10 دقايق بالكتير، بس صدقني ده اللي هيوصل كتابتك في حتة تانية خالص. التدريب ده عبارة عن لستة فيها مجموعة من القيم، وانت تختار اهم 10 قيم عندك. انا دلوقتي هطبق معاكم تطبيق عملي ووريكم اخترت على اساس إيه بالظبط. طبعا دي الليستة بتاعت القيم ظاهرة قدامكم على الشاشة دلوقتي. انا هوريكم العشر قيم اللي انا اخترتهم. طبعا انا مش هشرح لكم القيم دي واحدة واحدة، انا بس هقول لك انا اخترت القيم دي على اساس ايه. الحاجة الاولى هي قيم انا مقتنع انها تساعدني ان اوصل لاهدافي، زي مثلا ما انا حاطط هنا: المعرفة، النظام، الاعتماد على النفس، الانضباط الذاتي، وهكذا. النوع التاني من القيم وايه حاجه بقى انا اوصل لها من خلال الشغل بتاعي، زي مثلا هنا مساعده الاخرين، زي الاشراف على الاخرين برضو. فدي برضو من الحاجات اللي انا هوصل لها من خلال الشغل بتاعي بعدين. بس فانا اخترت العشر قيم دول اللي شايفهم اهم 10 حاجات بالنسبه لي. دلوقتي بقى هنختزل او هنقلل القيم دي لحد 5 قيم بس. طبعا ده مش معناه انك هتتنازل عن القيم التانية، بس اللي هو اهم 5 حاجات بالنسبه لك اللي هم التوب 5 اللي عندك. طيب انا هسهل عليك شويه. فاكر في اول فيديو ساعه ما قلت لك انك ممكن تتكلم عن تجربه او موقف صعب عديت بيه؟ انا عايزك بقى تفكر ايه هي ال5 حاجات اللي انت اتعلمتها من الموقف الصعب ده، او ال5 حاجات اللي انت اتعلمت ان هم يكونوا فيك من التجربه دي، وال5 حاجات دول هم هيكونوا القيم اللي انت متمسك بيهم. شايف الربط ما بين الحاجه والتانيه؟ الربط ده بقى حرفيا هو اللي هيخلي الافكار كلها متماسكه مع بعض، وهيخلي الكتابه بتاعتك مميزه عن الباقي. طيب زي ما انتم شايفين دول ال5 حاجات اللي انا حددتهم. انا كل اللي عايزه منك بس انك تفكر في 5 حاجات، والفيديو الجاي ان شاء الله هقول لك تكتب عنهم ازاي. طيب عشان بس الخص كل الكلام اللي انا قلته والاسئله اللي انت هتجاوب عليها هيكون غرضها ايه بالظبط. دلوقتي الخطابات والاسايز بتاعت المنح بتركز على 3 حاجات بالظبط. اول حاجه: انت جاي منين وعملت ايه في حياتك. الحاجه التانية: انت ليه عايز تروح المنحه دي وعايز تروح المكان ده. الحاجه التالتة: وهو انت هتروح فين بعد كده، او المستقبل بعد كده بتاعك هيكون عامل ازاي. فهم دول ال3 حاجات او ال3 اسئله اللي بتدور حواليهم كل الخطابات اللي بتوع المنح. بس الصيغه بتاعت الاسئله ممكن تتغير من منحه للتانيه، ولكن في الاخر الهدف هو واحد يعني. طيب نصيحه اخيره بس في خطوه العصف الذهني: انا عايزك تركز بس على المحتوى، ما تركزش على الستايل وطريقه الكتابه بتاعتك. انا عايزك تعتبر كده انك بتكلم واحد صاحبك، يعني جاوب على الاسئله دي واكتبها بطريقه بسيطه جدا. ومش عايزك تحكم على كتابتك باي شكل من الاشكال، عايزك تكتب بس وتجاوب على الاسئله اللي انا قلت لك عليها. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله هتعرف ازاي تعمل ستراكشر، او انك ازاي تبني الاساي او الخطاب بتاعك، يعني حته حته، والافكار دي ازاي تحطها بالظبط. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون ادالك افكار عن ازاي تبدا تكتب منين. انا عارف ان الفيديو مليان حاجات ومليان تفاصيل، ولكن والله هي دي الطريقه الوحيده اللي انت ممكن تكتب بيها حاجه منفرده بيك انت. كل كلمه في الفيديو ده فهي مهمه جدا. انا كده خلصت، مش هقول لك بقى روح اعمل لايك، يعني اعتقد انك هتعمل لايك خلاص من نفسك يعني. والاهم من اللايك اعمل شير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس ويفيد الناس اللي عايزين يقدموا على منح. وعايزك كده تبص بص على صفحه الانستجرام الجديده بتاعتنا ماي ثرون، هسيبها تحت في الديسكربشن، بننزل هناك شغل لذيذ برضو، وهتلاقي بوست ملخص اغلب النقط اللي اتقالت في الفيديو ده. وبس كده، اسف لو طولت عليكم، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.